في فيديو النهارده هقول لك ازاي تقدر تجيب باقي الفتحات المجانيه عشان تقدر تحصل على لاعب مجانا من الخمس لعيبه. ففي الاول كده ما تنسوش تنزل تضغط لايك وتشترك معانا اذا كنت اول مره تشاهدنا في القناه. بصوا شباب، انا عارف ان الناس كتير كلها قدرت تحصل على 12 فتحه وعمالين يدوروا ايه الايفنت اللي هيدينا باقي الفتحات. فاضل 6 فتحات هنحصل عليهم ازاي؟ فانتوا سمعتوا كلام كتير، ولكن المختصر المفيد عندنا هنا في القناه. فانت لسه ما ضغطتش لايك ليه؟ انزل اضغط لايك ويلا بينا عشان اقول لكم المعلومه وبالمره نعمل تفتيح مع بعض. بصوا شباب، دلوقتي زي ما انتم شايفين انا معايا هنا فتحتين قدرت اجيبهم كمان غير ال 12 فتحه اللي انا فتحتهم زيكم بالظبط. فانا جبتهم ازاي؟ جبتهم عن طريق الديفيجن، دخلت لعبت في الديفيجن فقدرت احصل على فتحتين. طبعا ده اللي حصل في اول اسبوع، حصلنا على فتحتين في الديفيجن. فالخلاصه يا شباب ان كونامي اديتنا 10 فتحات من الايفنت، وفتحتين في اول اسبوع من الديفيجن، وفتحتين برضو في تاني اسبوع من الديفيجن، وهتاخد برضو فتحتين في تالت اسبوع وفتحتين في رابع اسبوع، وكله هيكون في الديفيجن عشان فاضل 20 يوم. طبعا احنا في الاسبوع الثالث وفاضل اسبوعين اللي هو 15 يوم، يعني كده الثلاث اسابيع اللي باقيين هتاخد كل اسبوع فتحتين، وبكده هيكون التوتال 18 فتحة. فده اللي انت هتكون عارفه وده اللي تكمله معانا. طيب عرفتوا كده ازاي تحصلوا على باقي الفتحات عن طريق الديفيجن، وده بنسبة كبيرة جدا. طيب هندخل دلوقتي نجرب التفتيح ونشوف حظنا عامل ايه. معانا دلوقتي 5 فتحات، ادي فتحة هنا 2 3 ومعانا فتحتين هنا، وهنجرب مع بعض كده الفتحات وقولوا لي كده حظكم كان ايه في التفتيح ده. فاتمنى المرة دي كونامي ترضى عننا وتدينا بقى حاجة كويسة، وبتمنى اكتر ان انت تكون عضو معانا وتشترك معانا في القناة. فيلا نبدأ مع بعض مع اول فتحة ونقول كلنا يا رب، واللي ما ضغطش لايك ينزل يضغط لايك. واول فتحه كونامي، يا ترى تبقى فيها ايه؟ ما فيهاش اي حاجه ولا ايه؟ ما فيهاش طبعا، ما نورتش ما خضرتش ما احمرتش، يبقى ما فيهاش اي حاجه. وبرضه هنستنى للاخر. مين يا ترى؟ حد ما نعرفوش، حد ما نعرفوش. شكرا نورتنا، ما نعرفكش انت. ندخل على الفتحه التانيه وممكن يكون فيها حاجه كويسه. طيب الفتحة التانية فيها مين؟ طبعا أنا منتظر يكون معانا دفاع قوي ممكن تفرحنا. مش مشكلة، احنا عمالين نفتح في الحاجات اللي ملهاش لازمة دي. ربما يجي لنا بقى ديفيد فيا. الناس كلها منتظرة ديفيد فيا. طبعا الناس بتوع اليابان بيحبوا الناس دي اللي احنا ما نعرفهمش. اديتني فعلا كونامي مدافع زي ما انتم شايفين، قلت ان انا محتاج مدافع وكونامي بتديني مدافع. هندخل على الفتحة التالتة وحظنا زي الفل يا رجالة. وادي الفتحة التالتة وبرضو ما فيهاش اي حاجة. برضو ده ايه؟ ار ام اف. هنعمل بيك ايه يا حبيب قلبي؟ يعني مش هنلعب بيك خالص ولا ندخلك ارض الملعب، فتتباع افضل. ندخل بقى على الفتحتين التقال. هبص بس كده على نجوم الاسبوع ده، حد يستاهل ان احنا نجيبه؟ مين اللي فتح بقه ده؟ اوه. طيب بشكل عام كده امبابي ممكن نفكر فيه، وعندنا ايزاك. طيب عموما هنفتح الفتحه بس كده، الفتحتين دول ممكن حظ بقى كده، يعني 250 لاعب يطلع لي منهم لاعب، فما اعتقدش. فانا هفتح على طول وبسم الله كده اول فتحه بوش كل الرجاله اللي موجوده معايا، وهتضغط لايك. وكام لايك وصلنا لغايه دلوقتي يا رجاله؟ مفيش. انا حظي طبعا 250 لاعب، انت بتنتظر منهم لاعب؟ ده انت بحظك امك ده عيالك. اقول لك ايه، حظك يبقى بومب. خلاص يا عم، خلاص يا عم. ايه؟ صورة صورة يا صورة، شيله يا عم من هنا خالص. هي حط لنا لعيبة من اليابان يعني، طب احنا مش عاوزينهم، هات لنا لعيبة من مصر. طيب احنا نعمل حركة، والحركة بركة. ندخل جوه الباك وننزل كده للآخر ونطلع مرة تانية ونروح نفتح على طول، بس مش هضغط على ولا لاعب. يلا ودي يا كبير. وفي حاجة بقى كونامي بقى، في حاجة بقى كونامي؟ مفيش حاجة برضو. طيب انا كنت مبسوط معاكم بلقائكم، وخلاصة الفيديو يا شباب ان انتوا هتحصلوا على باقي الفتحات عن طريق الديفيجن. واي ايفنت هيكون مرسوم عليه الرسمة دي، رسمة الكريسماس، العبها. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، الى اللقاء في حلقات قادمة.